اهلا بيكم في ورشه جديده من ورش حلم اخضر الجميله. معانا اسماعيل ومعانا محمد ومعانا مالك ومعانا تالين ومعانا ليليان الحلوه الجميله. ممكن نيجي نقعد هنا؟ طيب خلاص براحتك، اقعدي في المكان اللي يعجبك. النهارده هنحكي قصه اسمها تامل وتعلم من العصفوره. يا ترى احنا ممكن نتعلم ايه من العصفوره؟ احنا بنطير؟ لا. يا ترى تعالوا نعرف ونشوف مع بعض ايه اللي احنا ممكن نتعلمه من العصفور. طبعا دي احنا مشغلين الساعه الرمليه كده علشان نشوف الساعه الوقت بتاعنا هياخد قد ايه واحنا بنحكي ايه، بنحكي القصه. تمام يا محمد؟ تمام. هي دي القصه اهي، تامل وتعلم من العصفور. يلا نبص كده اهو، نبص مع بعض. كان عندنا الولد اللطيف ده اسمه ياسر. ياسر في يوم من الايام واقف في البلكونه بتاعه الاوضه بتاعته باصص على الشارع وعمال يبص على الناس اللي ماشيين ورايحين وجايين في الشارع. في الشباك، وناس بتسوق العربيه وناس ماشيه على رجليها وناس بالعجل بالظبط، وناس ماشيه بايه تاني؟ بالعجل وموتوسيكلات، وناس راكبه تكاتك. راكبه تاكسي بالظبط كده. راكبه باص. بالظبط. اتفضل. تعالي يا مسك، شطوره يا مسك، اقعدي هنا جنبي يا مسك. وادي مسك كمان حضرت معانا. لسه احنا بنبدا القصه يا مسك، وبنقول ان احنا النهارده هنعرف هنتعلم ايه من العصفور. خليك اقعدي. هنتعلم ايه من العصفور؟ بنقول ان عندنا ياسر الولد اللطيف الهادي ده واقف في الشباك بتاع اوضته وبيتفرج على الناس اللي في الشارع وعلى العربيات وعلى الموتوسيكلات وعلى التكاتك وكل وسائل المواصلات اللي في الشارع. وشاف قطه صغيره كمان وهي بتعبر الشارع، وفي طفل صغير عمال بيجري وراها. بعدين رفع راسه في السماء فوق، لقى ايه؟ لقى عصافير صغيره بتطير في السماء وبتطلع اصوات جميله. صوت العصفوره اسمه ايه يا مازن؟ سيو 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 سيو. اسمه زقزقه العصافير. عارفين في اغنيه اسمها زقزقه ايوه هي دي بالظبط كده. الزقزقه ده هو صوت العصافير. تمام. بص على العصافير وهي في السماء وهي بتطير وبتجيب اصوات جميله، فعجبته العصافير قوي وقعد يتفرج عليها من الشباك وقت طويل جدا وهو مبسوط. قعد يفكر، طيب ليه انا ما بقاش زي العصافير دي؟ العصافير دي سعيده مبسوطه وبتلعب وبتاكل وبتطير في السماء وبتعمل كل حاجه هي بتحبها، ولا عليها واجبات ولا عليها دروس ولا بتروح مدرسه ولا بتعمل ولا حد بيضايقها في الشارع ولا ماما بتقول لها تعالي علشان تذاكري ولا علشان تعملي الواجب بتاعك. فهي قاعده طايره في السماء بتلعب وبتعمل كل الحاجات اللي هي نفسها فيها. لكن فجاه مامته، تعالى تعالى يا ياسر، تعالى كفايه واقفه في الشباك بقى، تعالى علشان تتغدى. ولما جه بالليل فضل ياسر يفكر ويكلم نفسه، طب احنا ليه ربنا ما خلقناش باجنحه؟ ليه ما عندناش اجنحه نقدر نطير بيها وقت ما احنا عايزين وننزل على الارض وقت ما احنا عايزين ونلعب مع العصافير ونهرب من الواجبات ومن الحاجات اللي بتضايقنا كلها؟ العصافير مش زي الانسان. العصافير المهمه الوحيده بتاعتها في الحياه ان هي ايه؟ ان هي بتطير تاكل تشرب وبتغني وتعمل، بتنتقل بحريه من الشجره دي للشجره دي من غير ما حد يضايقها. لكن انا مش سعيد. انا بروح المدرسه وبعمل واجبات كتيره وماما بتقول لي تعالى كفايه لعب وتعالى نظف البيت وانا بتضايق من الحاجات دي. العصافير عايشه بره بيقول يا ريت يكون لي اجنحه زي العصافير. فجاه ياسر حس ان ربنا اداله اجنحه وان هو قادر يطير. ممكن هنشوف ان هو قادر يطير بيها بعيد في اخيرا اتحققت الامنيه بتاعتي، ان هو لقى نفسه بيطير في السماء وطار فوق بعيد بعيد لحد ما شاف الارض تحت منه وهي مساحتها صغيره عشان هو قاعد بعيد جدا في السماء. شاف كل حاجه صغيره وقعد يقول الله يا له من شعور رائع وممتع. ايه الشعور الجميل ده؟ انا بطير، انا خلاص ما عنديش واجبات، انا خلاص ما عنديش مدارس وما عنديش دروس. لكن شويه لقى نفسه قاعد في السماء فوق لوحده، ولا في عصفوره راضيه تيجي تلعب معاه. تفتكروا ليه العصافير مش راضيه تلعب معاه يا تالين؟ علشان ايه؟ طب ماشي برضو، طب ما هو بيطير وعنده جناحات زيهم، هي ليه كانت خايفه تلعب معاه؟ ليه يا مسك؟ يعني هي العصافير شافت شكله غريب مش زيهم، لقيت شكله انسان ومش زيهم فما رضتش تروح. بالظبط. راح قعد على الشجره، هربت منه، قعد على الشجر قعد يناديهم ويقول لهم تعالوا ايتها العصافير تعالوا نلعب مع بعض، انا جاي علشان العب معاكم. بس العصافير خافت منه واستخبت ولقت شكله غريب ومش شبههم. ياسر قعد زعلان وحزين،
قال انا راح صح، ربنا حقق لي الامنيه بتاعتي واداني جناحات، بس انا برضو مش سعيد. انا ليه مش سعيد؟ علشان ما عنديش حد يلعب معايا. بس ياسر لقى حاجه غريبه، لقى الصياد جاي وماسك البندقيه علشان يصطاد بيها العصافير. لا هو كان ياسر قال ايه ده؟ دي مشكله كبيره. انا افتكرت ان العصافير ما فيش عندها مشاكل يا اسماعيل، افتكرت العصافير ما عندهاش مشاكل. على شجره قريبه لقى ياسر لقى عصفور قاعد بيحاول يطير لوحده، وبحث يرجع تاني، كل مره يطير ويرجع، يطير ويرجع، وكان في بقه كل مره بيرجع فيه ايه؟ حته قش صغيره، عارفين القش؟ او حته سلكه، حته عوده صغيره. يروح يجيب حته عوده صغيره ويجي علشان يعمل العش بتاعه. وبعد ما خلص لقى نفسه منهك وتعبان من كتر الشغل اللي هو عمله. بعد شويه ياسر شاف عصفوره كبيره جايه بتحمي صغارها، خايفه على احسن يجي يهجم عليهم حيوان او طائر تاني ياكلهم، وقاعده طول الوقت كده تراعي عيالها عند العش بتاعها. وعصفوره تانيه بتجيب اكل لعيالها. ولاحظ ياسر ان العصافير وهي بتعمل شغلها مبسوطه جدا وفرحانه، مش زعلانه زي ما هو كان زعلان من الواجبات ومن المدرسه. فكر ياسر وقال ايه ده؟ امال انا زعلان ليه ان انا ورايا شغل؟ طب ما العصافير اهي بتعمل شغلها يا جماعه وهي مبسوطه ومش متضايقه وعندها واجبات كتيره، وكمان في خطر اهو، في صياد عايز يصطادها، مره تهرب من الصياد ومره تروح تجيب اكل لعيالها. يعني معنى كده ان مفيش ولا كائن ربنا خلقه على الارض مرتاح وما عندهوش واجبات. كل الكائنات عندها شغل بتعمله وعندها واجبات، والاسد كل الحيوانات وكل الكائنات عندها واجبات بتعملها. ساعتها لا ده بيدافع على اصحابه عشان هو ملك الغابه. عشان هو ملك الغابه بيحمي الحيوانات اللي موجوده في الغابه. يعني واجب ان هو بيهاجم الدابه عشان يجيب اللحم. تمام. ولازم يوفر الاكل ليه ولاولاده الصغار، صح يا مس؟ صح. فهو قال الفرق بين العصافير وبيني ان العصافير بتعمل شغلها يا تالين وهي سعيده، لكن انا كنت متضايق. طب انا ليه ما ابقاش زي العصافير؟ العب شويه واكل شويه واشتغل شويه واذاكر شويه، اعمل كل الحاجات اللي عليا وانا مبسوط. ياسر شويه بص لنفسه كده، لقى نفسه ان هو لسه قاعد في سريره. ايه ده؟ ايه ده؟ ما عنديش اجنحه؟ يعني انا ما عنديش اجنحه؟ يعني انا كنت بحلم؟ ايوه كان بيحلم، هو ده كان حلم. انا كنت بحلم، بس انا مبسوط ان انا رجعت تاني ان هو ده كان حلم. انا اتعلمت من الحلم ده ان انا ابقى مبسوط بحياتي وابقى راضي بحياتي، حتى لو انا عندي واجبات وعندي مدرسه. وسمع صوت مامته وهي بتنادي بتقول له اصحى يا ياسر، يلا عشان تفطر، يلا عشان تفطر وتروح المدرسه بعد كده. صحي ياسر من النوم وهو مبسوط وبيقول الله كان حلم جميل قوي.